القصة التي تبكي والتي تجعلك تحقد على الطاغية جمال عبد الناصر في السجن الحربي، والذي يحكيه فارس المنابر الذي لا يخشى من أي أحد، لا يخشى السجون ولا التعذيب ولا التهديد. ولهذا سأحكي لكم القصة التي جاءت على لسان الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، والتي جعلتني أحقد وأكره الطاغية جمال عبد الناصر. قال على لسانه رحمه الله: كان يأتي بالنساء في السجن الحربي عاريات كما ولدتهم أمهاتهن، ويقوم بإطفاء حراس السجن الخاصين بالتعذيب، يقومون بإطفاء السجائر في ملامس العفة، في فروج النساء، في مكارمهم. إطفاء السجائر في ملامس العفة، في مكارم النساء، في الفروج. هذا هو جمال عبد الناصر، الشخصية القدوة التي يعتز بها شباب السبعينيات، ولكن الحقيقة هو ما وقع وما يظهر الآن، ومع كامل الأسف. كما قال الشيخ كشك: فرعون مصر أكثر من فرعون موسى.